يا صباحو، تعالي يا موكوسة اما اقولك على حاجة جديدة. انا النهاردة قررت ان انا اسمي البرنامج بتاعي، وهسميه رايحة فين يا موكوسة منك ليها. بصي يا موكوسة، اول حلقة النهاردة في البرنامج بتاعنا هنعمل صينية سجق بالخضار، حاجة كده فاخر من الاخر. بصي يا موكوسة، انا كنت في فتح الله امبارح وقمت قايلة لما اجيب نص كيلو سجق. السجق ده بلدي. المهم كام بكام بقى السجق ده يا اختي منك ليها؟ السجق ده يا اختي كان ب 380 جنيه باين، او 385 جنيه، حاجه زي كده. المهم قلت اجربه. هو بصراحه حلو خالص. بهاراته هاديه كده، مش اوفر يعني، مش كتير. وكمان السمنيه بتاعته مش كتير، مفهوش دهن كتير، لحمه صافي. تمام، حلو جدا جدا جدا. يلا بقى يا موكوسه منك ليها، تعالي نعمل الطاجن. انا خدت نص الكيلو، قسمته على مرتين. ليه بقى؟ ليه بقى؟ قولي لي ليه. عشان احنا الدنيا غالية، كل حاجة غالية نار، والاسعار بقت اوفر اوفر اوفر، كل يوم بتعلى عن اليوم اللي قبله. فانا قلت يا بت ماشي، ما تعمليش الايه نص كيلو كله. ليه بقى؟ لان احنا اتنين بس اللي هناكل، فقلت اوفر يعني واعمله على مرتين. المهم خدت ربع كده كيلو، قطعته زي ما انتم شايفين كده. حلاوة السجق ده في ايه بقى؟ ما تجيليش بقى موكوسة وتقولي السجق بيطلع بره ومش بيطلع بره. السجق اللي بيطلع بره الكفر بتاعه ده ما بيبقاش حلو بصراحة، انا ما بحبوش. بس السجق ده بصراحة حلو جدا. شوفي انا مقطعه يا دوبك، خدته شطفته وجبت المقص كده، قطعته قطع صغيرة. يعني ايه الصبع كده، عملته على 3 كده ولا 4. تمام. واللحمة بتاعته عشان لحمة صافي ما بتطلعش بره الممبار، يعني ما بتطلعش بره الكفر بتاعه. لكن لو لحمة بقى عليها حاجات كتيرة كده تلاقيها طلعت بره وزلوطت وحلوصت وحاجات غريبة عجيبة كده يعني. المهم يا فلحوصة منك ليها، تعالي بس اقولك كده. قطعته زي ما انتم شايفينه وركنته، وجبت هنا بصل وجزر وطماطم وفلفلة. تمام، قطعت كده بصلايه، انا مش هحط خضار كتير. هي كل يعني ايه قطعه كده من كل حاجه. خدت بصلايه كده وسط، قطعتها مكعبات صغيره. هاخد جزرايه صغيره برضو وسط، اقطعها مكعبات صغيره. فلفلتين خضر، لو عندك فلفل الوان ضيفي عليه. طماطمتين، وده الخضار بتاعنا، وفص ثوم، وزي الفل وعسل وجميل جدا. ورشيت عليه شويه بهارات كده مشكله. كان بصوا طبق جامد. جربيه ان شاء الله باذن الله هيعجبك. انا قطعت الخضر زي ما انتم شايفين كده، كله مكعبات مش صغيره قوي مش كبيره قوي، مكعبات حلوه كده. زي ما انا عامله السجق، يعني السجق برضو انا مقطعاه قطع مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. ممكن تعملي السجق على بعضه. هتجيلي بقى فلحوصه وموكوسه وتقعد تقولي ايه يا اختي لازم اقطعه، طب ما انا اشوحه على بعض. يا اختي ما تشوحيه على بعض، حد قالك لا يا وليه ما تعملهوش؟ ما تعمليه. الاكل ده اذواق. اعملي اللي انت تحبيه. تمام. انا هنا كنت بسلق جنبه كبشة مكرونة كده، لان والدتي مش عايزة تاكل مكرونة حمرا، عايزة تاكل مكرونة بيض. يا دوبك تسلقيها وتشوحيها كده في فص ثوم بشوية زيت، او حتة سمنة على حسب يعني اللي عندك. ما توقفيش نفسك، اعملي اي حاجه يا اختي. المهم جبت السجق زي ما انت شايفه، حطيته في الطاسه، حطيت حته زبده صغنطوطه صغنطوطه خالص خالص خالص. انا كنت مفكره ان هو ينزل دهن كتير يعني، فحطيت حته زبده صغنطوطه خالص. بس هو طلع زي ما قلت لك حلو جدا. مفهوش نسبه الدهن بتاعته مش عاليه قوي. فزي ما انت شايفه كده، يا دوبك شم النار اتشوح، ما نزلش دهن كتير ولا سرط دهن كتير، لا. كان حلو يعني، لحمة كده لحمة حلوة. وكمان بهاراته مش كتير خالص يعني، كان محتاج يتحط عليه شوية بهارات، يعني أنا حطيت عليه شوية بهارات. ومش مملح برضو يعني، ملحه عادي. انتي بتظبطي الملح بتاعه. تمام. شايفين السجق بقى الحلو تعرفيه لما تبقي مقطعاه كده، ما يطلعش منه اللحمة، تعرفي ان دي لحمة بتمسك كده وزي الفل. لكن السجق التاني اللحمة بتطلع منه بقى وبيبقى كده خلطة بيضة، بتحتاجي تسلقيه الأول. وكمان بيبقوا حاطين عليه لون، لكن ده لأ، مش محطوط عليه أي ألوان. تمام. حلو قوي قوي قوي، جربيه. انا جايباه من فتح الله، او اللي هو بيت الجملة ده. جامد.
تمام. شوفي انت جزار بقى اللي بتتعاملي معاه وهاتي منه. المهم هنا زي ما انتم شايفين شوحت السجق، بعد كده نزلت عليه بالبصلة، فص الثوم، الجزر، واديت كل ده تشويحة. الخضار ينزل ميته، طبعا هنا بنسلق المكرونة. تمام. الخضار ينزل ميته وياخد تشويحة كده، وبعد كده هنزل عليه بالطماطم والفلفلة، وهحط عليه ساق او شوية ميه صغيرين، واهدي عليه النار واغطيه واسيبه يستوي مع نفسه شوية. في حد هيقول لي طب لو عايزه اعمله احمر، ممكن تضيفي عليه معلقه صلصه وشويه الميه برضو مع معلقه الصلصه، هيعمل لك زي صلصه كده ايه، حمرا. لو انتي مش بتحبي تاكلي السجق يعني ايه في صلصه كتير. طيب هتجي لي في الحوسه تقول لي طب انا عايزه احط دلوقتي ايه، يعني اعمله زي صلصه كده. زودي شويه ميه يا اختي، او شويه عصير طماطم. تمام. او معلقتين صلصه عليهم شويه ميه، او شفشق طماطم، اللي يعجبك بقى يعني، على حسب ما انتي بتحبي. تمام. انا بحب اكله ناشف كده خلاص. ما بحبش يبقى له صوص كتير يعني، بحبه يبقى ناشف بس في نفس الوقت فيه حاجة بسيطة. ماشي. في صوص كده بسيط، مش بقى غرقان في الصوص وكده. فالمهم ايه، حطيت هنا زي ما انتم شايفين الفلفلة، حتة فلفلة حراقة، لو عندك فلفلة الوان ضيفيها. ما وقفيش نفسك. طب مش يعني عايزه اكتر الكميه، اعمل ايه؟ بطاطسايه، كوسايه. تمام. اي خضار عندك ضيفيه عليه. يعني لو كنت قطعتي بطاطسايه كده وضفتها عليه، قطعتي كوسايه وضفتها عليه، شويه بسله وضفتيها عليهم. تمام. مع الخضار ده هيكتر لك الكميه، وفي نفس الوقت هيبقى طعمه حلو جدا. يبقى طاجن تورلي. تورلي يا تورلي. المهم هيبقى طاجن ايه، سجق بالخضروات. تمام. يا خضروات انت يا خضروات، يعني ما توقفيش نفسك. تمام. ما توقفيش نفسك يا موكوسه منك ليها. اتصرفي. الجيش بيقولك يا اختي ايه، اتصرفي. والحاجه غاليه حاولي توفري. ويعني ايه، اعملي كميه كويسه تقضيكي انت والعيال وابو العيال. تمام. ما توقفيش نفسك، يعني ربع كيلو السجق ده ممكن تضيفي عليه كمان بطاطايه، جزرايه، كمان كوسايه، شويه بسله. يبقى عندك طاجن حلو جدا وكميته محترمه جدا، تقضي يجي 4 تنفار على فكره. ماشي. سجق، ويبقى اكلته وحمدت ربنا الحمد لله. المهم انا سبت السجق هنا يستوى، وجبت هنا فص ثوم مع حته زبده وشويه زيت صغيرين. الثوم كده اتشوح، نزلت رشيت عليه رشه ملح خفيفه، وبعد كده صفيت المكرونه ونزلت قلبتها، واحط لها شويه ماء صغيرين خالص وسيبها تتردد مع نفسها. دي مكرونه بيضه بفص الثوم. تمام. طيب عايزه اعملها حمرا، تعمل لها صلصه سهله اهي. ماشي. بس في ناس بتحب تاكلها كده بيضه، يعني انا والدتي حابه تاكلها كده. عارفه بقى دي، اقول لك بقى على حاجه كمان، عارفه دي بقى لو بشرت عليها، او لو حطيت عليها شويه جبنه موتزاريلا، او لو عندك جبنه وبشرتيها عليها، ياي المكرونه دي تروح في حته تانية. شويه زعتر كده على المكرونه دي، تاخدها في حته تالته خالص. تمام. زي ما تحبي، اكل اذواق يعني، ما توقفيش نفسك يا اختي. ما توقفيش نفسك، اعملي اللي نفسك فيه وكلي الاكل بالطريقه اللي انت حباها. تمام. مش لازم انا شفت الشيف فلانة اعمل زيها بنفس التفاصيل، لا. حطي الاكل ده انت اللي هتاكليه. في مثل كده زمان كانوا بيقولوا ايه، كل اللي على مزاجك والبس اللي على مزاج الناس. فانت اللي هتاكلي. تمام. فالاكله زي ما انت حباها، زي ما هتبلعيها، زي ما نفسك جايباها. عايز تاكلها بصلصه كليها، عايز تاكلها بيضه كليها، عايزه تاكلها نيه من غير سوا خالص كليها. براحتك، انت اللي هتاكلي. دي في الحاجه اللي انت هتاكليها. تمام. زي ما انتم شايفين هنا عملنا طبق المكرونه، ياي كان جميل خالص، تحفه تحفه تحفه، حلو جدا والله يا موكوسه منك ليها. وهنا عملنا طاجن السجق. مش طاجن بقى، انت ممكن تعملي على فكرة السجق ده في طاجن وتدخلي الفرن، بس انا شوحته على الصينية يعني.
عملنا هنا صينية السجق وكان تحفة جامد جدا. شايفين الصوص بتاعه خفيف، مش كتير ومش عويل، حاجة كده ايه تلحلح العمل يعني. انا ما اكلتش اي حاجة غير طبق المكرونة الصغنطوط ده وشوية سجق بالخضار زي ما انتم شايفين كده. وده كان غدانا، غدا بسيط وسهل وجميل وزي الفل وسريع، ما خدش مننا 10 دقايق. يلا اقولك مع السلامة.